الشام الحبيبة التي يجري فيها ما يجري لنا أيها الأحباب، والتي قضيتنا وقضيتهم واحدة، هويتنا وهويتهم واحدة. الجزار الذي يقتل الأطفال والنساء هناك هو نفس الجزار، وتمتد منافعهم من منبع واحد. فنقول أيها الأحباب، كلكم يعرف ما يجري اليوم في سوريا، كلكم يعرف ما يجري في الشام المباركة التي باركها الله والتي باركها رسول الله. أذكر لكم شيئا بسيطا عما يجري في سوريا على سبيل السرعة. امرأة تقول بعد أن خرجت أمي وأبي وكان معي طفلي وقد قتلوا شبيحة بشار زوجها، تقول بعد أن خرج أبي وأمي جاء إلي 5 من شبيحة بشار فدخلوا البيت، ثم بعد ذلك مزقوا عنها ملابسها وأطفأوا السكائر على جسدها، ثم بعد ذلك أرادوا اغتصابها فلم تقبل، فوضعوا السكين على رقبة ابنها فاغتصبوها، وتقول بكل حسرة 5 اغتصبوني واحدا تلو الآخر فالله أكبر. وهناك بشارة أيها الأحباب لطفل صغير من أرض الشام المباركة. أتدرون بعد أن قطعت يداه وبترت قدماه وبقيت عين له واحدة، فماذا قال بعد أن سئل عن هذا المنظر؟ قال الحمد لله الذي جعل لي عينا واحدة كي أرى بها زوال بشار الطاغية. اللهم عجل زوال بشار، اللهم عجل زوال الظالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بمن يريد العداوة والنكاية بالمسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا معتقلة إلا بالسلامة إلى أهلها رددتها. يا الله يا جبار السماوات والأرض، يا من إذا قلت يا الله لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ يا الله يا